ما تعلب ملك، طبعك حلو يعليك، اللي صاحب نزل من صعدة أحواله. ما تعلب ملك، طبعك حلو يعليك، اللي صاحب نزل من صعدة أحواله. نفس عود الشلب ما يعلى وش قد ماي، عكس جذع النخل يصعد بلو شاله. وعاين على أصل وشوف حجم العود، لا تصدق الشمس ويغرك خياله. واخذ من النهر ما رجع الفلاح، يشق صدر الجرف واعذار يلقاله. وياهم عاينت ما اشوف بس الخيل، وغير على الظهور تشوف خياله. وياهم عاينت ما اشوف بس الخيل، وغير على الظهور تشوف خياله. اللي يوصف لي النوارس حلوة بالتحنيط، اللي يوصف لي النوارس حلوة بالتحنيط، يضحك يا نهر من هذا وامثاله. السلام عليكم مشاهدينا ورحمة الله وبركاته. حلقة اليوم قوافي اليوم من ميسان الحبيبة، ميسان العطاء، ميسان التاريخ والحضارة. معي شاعر من هذه المحافظة الكبيرة في عطائها الشعري، سنتعرف عليه بعد فاصل قصير. ابقوا يعني. السلام عليكم مرة أخرى مشاهدينا. مثل ما نوهت ضيفنا لهذه الحلقة من ميسان العطاء، ميسان التاريخ، وميسان الشعر. رحبوا معي بالشاعر الشاب المبدع غزوان فيصل. السلام عليكم. وعليكم السلام استاذ سمير. شلونك حبيبي؟ شلونك زين؟ مسترخي ان شاء الله. ان شاء الله مسترخي. شلون طريق العمارة؟ والله مريح ان شاء الله. العمارة ببغداد والله هو متعب بس ان شاء الله مريح. ان شاء الله يحفظك. غزوان، يعني انت اول مرة تكون ضيفي في قوافي، وهذا شرف لي يعني. الشرف بيك دعوة من شاعر كبير ومدرسة في العراق، الشاعر سمير. الله يخليك، اشكرك جدا على حضورك، وان شاء الله ما راح نتعبك اليوم. ايش راح اسمع منك بالبداية؟ نسمع القصيدة حتى نتحدث عن القصيدة. ان شاء الله حقرأ مقدمة وقصيدة. نعم. المقدمة والقصيدة. المقدمة لابد منها؟ لابد منها. نسمح. لها ظروف. نعم. على كتفي صعد صار ويا النجوم، ومرت انا اصعد قال لي ها وين؟ جا هو الشعر بس عندكم يصير، واحنا بلا يبوق نظل مساجين. حسافه انتم ولا يمهوا تصفقون، وكفر بالمره تسمون طاغين. حسافه انتم ولا يمهوا تصفقون، وكفر بالمره تسمون غاوين. قصايدكم عمر غنت الصدام بس طاح الصنم صارت الحسين. ولا تدعي علي صدقني ما اموت، لا تدع علي صدقني ما اموت، وافرض نومي تتهم ابقى موجود. اذا ميت علي تسولف الناس، الحرب من تنتهي تحكيها الجنود. انا الخضرمي وبقصة البيت ما اصير انحرز وانضم بالزنود. خيال السيف لا تمده ويا السيوف، السيف يريد سيف قباله موجود. خيال السيف لا تمده ويا السيوف، السيف يريد سيف قباله موجود. لان باكر صليل وصوت مسموع، اش تسمعنا الخيال اخرس يا مقرود. انا التفقه شلت هم من نواطير، انا التفقه شلت هم من نواطير. همهم نار وانا بصدر بارود، على شجره عنب ما ارفع الراس، ترى شف وقلت حامض العنقود. على شجره عنب ما ارفع الراس، ترى شف وقلت حامض العنقود. واضح كل حياتي وشعر شفاف، اذا اكتب وجهه انشاف الخدود. مثل سبح الشعر تحسبهم هواي، ايش ما تحسب خرز تلقاني شاهود، ايش ما تحسب خرز تلقاني شاهود. قبل قراءة القصيدة قلت لك لابد منها، يعني لابد منها. ليش المقدمة؟ والله صراحة استاذ سمير يعني اكو قصة يعني بداخلي وبداخل الشعراء الشباب اللي انقد تحياتهم لك يعني. انا احس بيها، يعني احس بهاي الابيات المقدمة احس بها وجع شبابي. والله وجع شبابي يعني. نعم. لانه بعض الشعراء المتسلطين على الاتحادات في مدينة العمارة، وهم نعرفهم يعني تاريخهم مثل ما غزوان مثل ما قرأت داخل القصيدة. نعم.
هي تلك أمة خلت يعني. ليش نظل نعزف على هذا الوتر بتقديرك؟ هذا راح ياخذنا إلى بر الأمان يعني. وهذا جاي يحاربك يعني. نعم. هو هذا اللي جاي يحاربك، فأنت شنو سلاحك يعني ضده؟ هذا السلاح. نعم. يعني أنت إنسان نظيف، لا في ذلك النظام يعني كان لك حرف، لا كان لك صوت. وهذا اللي كان له صوت وكان متوجه في الأمام، هو الآن متوجه أيضا في الأمام. نعم. وقاعد يحرمنا احنا كشعراء شباب، يحرمنا من المهرجان، يحرمنا من اللقاء حتى التلفزيوني. لا ياخذنا هذا الحديث عن ان شاء الله توصل الفكره، بس انا قصدي في تقديري انه تلك امه خلت، فما لنا علاقه بما كان في السابق، الان علينا ان نبني. وهو ترى الحقيقه احنا حتى القول عفى الله عما سلف يعني هو نعم لازم نحاسب المذنب. الشاعر بالعراق بس يعني حتى حدد ببلدنا العزيز، وطننا العزيز العراق، يعني نعرف بجهد شخصي، عليك انت ان تتحرك. هو يعني يمنع من وجودك في المهرجانات الاخرى، يمنع من تحركك. لكن هناك ايضا محاكمه عند الشاعر في قصيده يحاكم اي شخص يشعر. نعم. خلينا بالنص الان. المقدمه ما راح اناقشك عليها لانه انت تريد تصل لشيء معين، رساله تريد توصلها، واعتقد وصلت الرساله الان ان شاء الله. حتى اذا ما وصلت فاحد الشعراء راح يوصل رسالتك للمعني اللي تقصده انت. بعد هي محافظتك، انا ما اعرف، اهل مكه ادرى بشعابها. نرجع للقصيده. انا شلون انا الخضرمه وبقصه البيت. الله الله. انا الخضرمه وبقصه البيت، ما اصير انحرز وانضم بالزنود. الله الله. هن اثنين انحرز، بس شوف الاجمل هاي هذا واضح للعيان وهذا نعم. لا ما واضح. نعم. الصوره الاخرى هاي جميله، ابصم لك عليها. الصوره الاخرى خيال السيف. خيال السيف لا تمده ويا السيوف. السيف يريد سيف قباله موجود. الله الله يخليك. الله يخليك. الله جميل جدا، جميل. خيال السيف لا تمده ويا السيوف. نعم. السيف يريد سيف قباله موجود. الله الله. الورى البيت الورى. لين باكر صليل وصوت مسموع ايش تسمعنا، الخيال اخرس يا مقرود. الله. يعني هو السيف من خيال واحنا سيوفنا موجوده الحمد لله. نعم. البيت اللي وراه هي مليئه بالصور، هاي القصيده جميله جدا. الله يخليك. نعم. ايش تسمعنا الخيال اخرس يا مقرود، انا تفقى شلت هم النواطير، همهم نار وانا بصدر بارود. الله. على شجره عنب ما ارفع الراس، ترى استشف وقلت حامض العنقود. الله. واضح كل حياته شعر شفاف، اذا اكتب وجه تنشاف الخدود، مثل سبح الشعر تحسبهم هواي، ايش ما تحسب خلص تلقانا شهود. خلينا نرجع للقصيده. بدايتها اعطيتني دلالات، واعطيت المتلقي دلالات جميله جدا. شنو ذنب المتلقي تقحمه بقضيه الشعر؟ ما له علاقه، يعني انت موجهه لشاعر. انا المتلقي شنو ذنبه؟ انا اكو ابيات موصلين للشخص المعني، واكو ابيات ايضا موصلين للمتلقي. يعني مط الطرفين مطين. للطرفين. احسنت. يعني انا حتى ما ابخس حق المتلقي. يعني انت تكون مع الشاعر اللي دائما يذكر في مفرداته او في مواضيعه اني على المنصه وانا سيد المنصه وانا كذا. يعني هي تجي من الفخر بالنفس والثقه. نعم. ان شاء الله الثقه موجودة. المتلقي شنو ذنبه يعني؟ المتلقي انا مثل ما قلت لك انا منطي ابيات يعني داخل القصيده. نعم. مثل انا الخضرمه وقصه البيت، خيال السيف، اكو ابيات يعني مثل ما اشدت بهن يعني بهن الشعر. صور جميله جدا. الله يخليك استاذ سمير. غزوان. لا مو الله يخليك، يعني حتى لا مو ارض غرورك، صور جميله جدا، 3-4 صور بالقصيده. انا اعتبرها شهاده. الله يحفظك، يعني ابصم لك عليها يعني حتى اكون صريح وياك. انا يا ريت يعني وانت مبدع. توقيعك بس موجود على القصيدة. يعني الصور الهاي الجايه من لمن تنتمي؟ ليا مدرسه؟ انا انتمي الى مدرسه الشاعر الكبير كاظم اسماعيل القاطع. الله. مدرسه الشاعر علي راضي الساعدي، مدرسه الشاعر الاخ الروحي، وليس البعض يسمون الاب الروحي نعم. الاخ الروحي. الاخ الروحي محمد فليح. نعم. والشاعر عادل الدراجي، والشاعر الكبير المرحوم خنجر خصاف الشامي. كلنا تعلمت من هذه الاسماء بانه انا اعرف شلون اكتب القصيده واعرف نعم. شلون اتناولها. انا عاده ما اقول للشاعر، الشعراء الموجودين في العراق ما اقول لمن تنتمي وبمن تاثرت وكذا، هذا عبر السؤال، لكن للشباب اطلقها حتى اعرف هو لمن ينتمي. هذا مفروض السؤال نعم. علي يعني حتى نكران ذاتي وتفاؤلي الله يحفظك. هو لا مبين نكران ذات بدليل انت تذكر اسماء ميسان جميله، هذا واجب علي يعني. الله يحفظك. نسمع قصيده اخرى غزوان ان شاء الله. نسمع. حنتي بصيني يا سوده، الشموع سوده، حنتي بصيني يا سوده، الشموع سوده، الحنه دم، حمرة هاي الحنه يمه،
بيش معجونة يا يمه بدم علم، أمي حاجتني بخضوع بدم علم، أمي حاجتني بشموخ وكبرياء، دم علم يمه لا تحكي عليهم، أمس حلمانة حلم، بالحلم رتانة أكتب دورت ماكو قلم. إيه يا شاعر، إيه يا شاعر اسكتوا لا تفوت زايد، لا يذبحون القلم. أنا أرفض وبشجاعة، شفل الحجاج صفق ويلطم اليوم بندم. أنا أرفض وبشجاعة، شفل الحجاج صفق ويلطم اليوم بندم. وأنا أرفض أي منافق، كل منافق يصيح ثارات العراق وناصر بقلبه صنم. بيا زمان الراعي ذيب، بيا زمان، بيا زمان الراعي ذيب، بيا زمان الناس تحسبها غنم. أنا أرفض صوت طلقة تنرمي بوقت السلم، أنا أرفض صوت طلقة تنرمي بوقت السلم. القصيدة درع للشاعر تصير لو إجا بصدره سهم، وأنا جتني الصيح اكتبني يا شاعر، وأنا جتني الصيح اكتبني يا شاعر لا تهم. قمت أشوف الورقة طفلة وترضع بحلمة قلم، الورق عاين علي والحبر تشلب بديه، الورق عاين علي والحبر تشلب بديه. وأنا آسف يا قصيدة أنا ما أقدر أكتبش لأن خايف أنذبح مثل القلم، لأن خايف أنذبح مثل العلم. قصيدة عند كاظم اسماعيل القاطع يقول كل شيء تشوف سيف ومشنقة وجلاد، كل شيء انباع كذا، ما اتذكر من حتى لا اضمن القصيدة، بس كل شيء تشوف سيف ومشنقة وجلاد كأنك عايش ببغداد. يعني اعطى دلالات ووصلني للي اريده وللي يريده هو وللعطى المتلقي. في هذه القصيدة اللي قريتها بيا زمان يصير الذيب شلون؟ بيا زمان الراعي ذيب. نعم. بيا زمان الناس تحسب غنم. ايه بيا زمان تسأل انت تساؤل، هذا يعني هو هذا التساؤل، يعني تساؤل في داخلك. اي زمان انت جبته انه زين وفرضت علينا هذا الموجود. وين وصلتني؟ بعد ما وصلتني لمكان مثلا سيف وكل شيء يصير سيف ومشنقه وجلاد كأنك عايش ببغداد. هاي موضوع القصيده استاذ سمير. هو شاب في ليله زفافه يخطف. نعم. يعني في ليله زفافه هذا، يعني هاي القصه موجوده. نعم. فانا اتكلم عن هذا الشباب، هذا الشاب اللي انخطف. من حقك شو تريد تكتب، شو تريد تقول، بس فانا نعم. اتساءل عن هذا الشخص اللي خطفه، اقول له هذا الزمان اللي جبت لنا هذا زمان عجيب. نعم. احنا يعني بلد السلام، بلد الورد. نعم. يعني هاي بس ما يعني بس اريدك تقول لي بيا زمان تسال الراي شلون الذيب يصير، راح اخذ الاجابه منك بعد الفاصل، اريدك ترتاح حتى تجاوبني حتى تشفيني يعني وتوصل للمشاهد. ظنك ان شاء الله. اشكرك جدا. مشاهدينا الكرام فاصل وراجع لكم، ابقوا يعني. السلام عليكم مرة أخرى مشاهدينا، عودة لضيفي الشاعر الشاب المبدع غزوان فيصل. غزوان قبل الفاصل كنا نتحدث عن الدلالات، خلينا نرجع من بداية القصيدة بعدين نرجع لهذا البيت والبيت اللي وراه. القصيدة أنت كاتبها مفتوحة مقفات، يعني هل هذا هو لون لغزوان أو متأثر بالشعراء اللي ذكرتهم؟ أنا أتشرف بأنه يصير لون لي، لأن أنا تأثرت مثل ما نعم. سبق في الحديث كتابة الشاعر الكبير كاظم اسماعيل القاطع، وكتابة علي راضي، وكتابة محمد فليح، يعني تجي قصيدة مفتوحة مقفات. في برنامج قوافي عدة شعراء قرأوا لي قصائد مفتوحة لكن ما كانت مقفات. يعني هل يعني توصل شيء؟ هذا هم اكو طريقة كتاب عند بعض الشعراء، يعني بأنه يلتزم بالقافية. نعم. وهي الحداثة اللي اصلا هي موجودة في الشعر الحر، الشعر الحر والشعر العمودي اللي نعم. اتى بها بدر شاكر السياب ونازك الملائكه، ويعني هم بها اشكاليات، اكو ناس يشكلون عليها واكو ناس لا يرحبون بها. هو جميل جدا تتناقش القصيده، تضع موضع النقاش وتحطها على طاوله البحث، يعني اخو ما يعني شعرنا وقصائدنا مو قران، مو ثابته، يعني لا لها ما لها وعليها ما عليها. خلينا نرجع للقصيده. تقول بيا زمان الراعي ذيب الوراء البيت، بيا زمان الناس تحسبها غنم. نعم. بيا زمان الناس تحسبها غنم، انا ارفض صوت طلقه. نعم. ترمي بوقت السلم. نعم. يعني انا تعمدت بانه بهذا البيت بانه اخليه مبهم. زين. القصيده رمزيه، انا ما اريد اشير الى اي جهه، الى اي شخص، فتعمدت خليت هذا البيت مبهم. انا قلت له هذا الزمان انت سويته بيه الراعي ذيب،
وانت سويتنا عباره عن ماشيه عندك. انا اعتقد هي بالزمان السابق يعني العفو اسف المقاطعه، بالزمان السابق كانت تكتب القصيده الرمزيه خوفا من ان تروح رقبه الشاعر. انت قاعد الان الحاله مفتوحه. الخوف من هي هم مناقضه. انت من ساعه قلت الفات ولا يعني احنا نعم. من ظل ذاك الزمان ليش الخوف باقي عندك لحد الان بدليل تكتبها رمزيه؟ ليش يعني بدليل انا اكتبها رمزيه؟ احنا نريد نتخلص من ذول وتخلصنا من النظام السابق. نعم ونريد نتخلص من ذول ان شاء الله والله يخلصنا من زين. بها صور جميله جدا القصيده. هذا اللي قلت لك يعني كان اسماعيل القاطع اللي كاتب كأنك عايش ببغداد وصلها لدلاله، بس اللي هي القصيده المفتوحه تتحمل يعني السرد الشعري تتحمل السرد الشعري وتتحمل الصوره وتتحمل الموضوع وتتحمل الفكره. تعمدك خليتها مفتوحه يعني مقفات العفو؟ تعمدي لانه الموضوع اكبر من القصيده عموديه. صارت حرفه ذات تعمدت. انا ان شاء الله احترف القصيده المفتوحه. زين تتعمد كتابتها؟ اتعمد كتابتها. ما تعتقد راح تضيع جماليه من عندها؟ لا هي جماليه موجوده. يعني العفويه بالشعر تكون اوقع على المتلقي وافضل من انه اتعمد كتابه أنا الشيء. لا استاذ سمير انا صارت بها صنعه. استاذ سمير انا لا اكتب قصائد مهرجانيه. نعم. انا اكتب قصائد ذاتيه خاصه بي او خاصه مثلا يعني انت تشجع تحت الطلب مثلا؟ لا انا باشا عندي مهرجان ادعوك تقعد تكتب لو انت لا انا ما اكتب قصيده. انا قلت لك انا ما اكتب قصيده مهرجانيه. نعم. القصيده المهرجانيه مثل ما تعرف القصيده مفتوحه ما تقدر تقراها بالقصيده المهرجانيه. يعني لازم تقرا قصيده عموديه بحته وبها صور وبها موضوع. الموضوع نعم. سريع لازم يوصل الى الجمهور حتى ترضي الجمهور. انا ما ارضي الجمهور انا ارضي نفسي. نعم. مو انت تقول لي حتى من اقرا ولازم احنا ولازم تقراها عموديه وتقراها حتى واحنا هم لازم ما نترك الجمهور. نعم. يعني لازم نشعل نعود الثقافه الظلمه. نعم. بس عادة القصيدة المفتوحة ما تصل على المنصة مثل القصيدة المقفات. أنا مو ضد القصيدة مثل ما قال حمزة الحلفي، أنا ضد قصيدة بالعكس، أنا مع كل الشعر. بالعكس القصيدة مفتوحة، لكن أنا أريد أوصل للمتلقي الشيء اللي يجب أن يصل للمتلقي. القصيدة المفتوحة لها روادها بالشعر، الشاعر نوفل الصافي والشاعر عدي الدراجي. نعم. والشاعر الكبير محمد فليح. تحياتنا لهم كلهم. والشاعر حسين زامل. نعم. يعني لها روادها وعرفوا شلون يكتبونها وبحرفه. بس بصراحة تجاوبني غزوان، القصيدة هاي ايش قد كتبتها بايش قد وقت؟ يعني أنا كتابة القصيدة يعرفوني إخواني الشعراء ما تتجاوز عندي، أنا ولاد القصيدة أكتبها. نعم. نفس ما هي مسودة، لا أعدل بها ولا أرجع عليها ولا هي مسودة. هاي ما تناقشها مع شعراء آخرين؟ أناقشها. أكو أبيات خطأ مثلا، لأنه تعرف الشاعر مو معصوم. يعني ثقة بالنفس. ثقة بالنفس الحمد لله. بارك الله. أسمع قصيدة إن شاء الله. نسمع. روحي وي جسمي عنيدة، فارس وراكب له مهرة. روحي وي جسمي عنيدة، فارس وراكب له مهرة. روحي ما ترضى تموت، جسمي المشلب بروحي جذر صدري. روحي ما ترضى تموت، جسمي المشلب بروحي جذر صدري. صافن الليل على دمعي، دمعتي بالليل نجمه. حزني للعشاق سهره، وجهي ما يرهم قميص. خدي محبس دمعتي فوقاه شذره. خدي وجهي ما يرهم قميص، خدي محبس دمعتي فوقاه شذره. أنا عاشق جيت يم بابك أعيش، قوم مسقين محبتك روحي خضره. أنا عاشق جيت يم بابك أعيش، قوم مسقين محبتك روحي خضره. تشتهي منك البوسة شفايفي مثل الجقارة، قوم ورثني يا جمره. تشتهي منك البوسة شفايفي مثل الجقارة، قوم ورثني يا جمره. قوم وش عني شمع أضوى بطريقك، إن ما يصير شموع بدروب الحبيب الظلمة تحكم باقي عمره. إن ما يصير شموع ليلك، لا يجي باكر ببابك ويطلب من القمر قمره. لا يجي باكر ببابك ويطلب من الظلمة قمره. ولا يجي شايل اعذارك، الما يحبك كون بس الموت عذره. واتفقنا اثنيننا لازم نموت، واحنا عندنا الموت فكره. واتفقنا اثنيننا لازم نموت، واحنا عندنا الموت فكره. خافت الدنيا علينا
مثل شجرة انقلبت تحولت صفرة، خافت الدنيا علينا مثل شجرة انقلبت تحولت صفرة، ما تموت جيت حضنه قبال واقف، مثل كاسب شف صار ايدي متفصلة على خصره، ما تموت يا حبيبي السبب واضح يا روحي، البشر معروف قبره، البشر معروف قبره. جميلة القصيدة عموما في كل أبياتها، أيضا كاتبها من قصيدة مفتوحة. قصيدة مفتوحة يعني نقدر أقول هذا اللون راح يبقى إن شاء الله، إن شاء الله أتمنى بينه يكون لون. نعم. وأنا مثل ما قلت لك أنا قاعد تاخذ راحتك بالقعدة إن شاء الله، ما أخذ راحتي وياك. الله يخليك. القصيدة أيضا مثل القصائد الباقية، لكن أنا أشرت صورة جميلة جدا، شفايفي مثل الجقارة. نعم. قوم مرتني يا جمرة. الله. أنا عاشق جيت يم بابك أعيش، قوم وزقيني بمحبتك روحي خضرة. الله. تشتهي منك البوسة شفايفي مثل الجقارة، قوم مرتني يا جمرة. حلو، جميلة جدا. ما يحبك آخر شيء شلون؟ قوم وش عني شمع عضو بطريقك، الماء يصير شموع بدروب الحبيب، الظلمة تحكم باقي عمره. نعم. الماء يصير شموع ليلك لا يجي باكر ببابك ويطلب من الظلمة قمره، ولا يجي شايل اعذار، الماء يحبك كون بس الموت عذره. يعني انا خاف اظلمك من اقول لك، يعني هل هو هروب من الوزن؟ يعني هروب من القالب العمودي او قالب خلينا نكون مثلا نصاري والتجليب، يعني انت تذهب مسرع للقصيده المفتوحه. سمير انا انت جاي تقفي الان، عندك قافيه. انا اقفي عاده، بس انا ما اريد قيود اضافيه على القصيده. نعم. يعني مثلا على سبيل المثال اندعينا العام الماضي في مهرجان، يعني كانت القصيده لازم على موضوع مخصص. نعم. والوزن تجليبي مقفي بالصدر وبالعجز. نعم. يعني هاي قيود على القصيده، ما راح تعطي للشاعر حريه بانه يكتب ما يشاء، ما راح تجي الصوره مثل ما تريد. احنا عندنا راي في العماره او في مدينه ميسان، يعني بعض الشعراء مع احتراماتي رايهم يقول نعم. انا اخلي البيت يعني حتى واقف وزنيا، يعني انا اريد الصوره توصل للجمهور. لا مستحيل. انا اكو رايي، انا احترم هذا الراي. لا مستحيل، هو مو مجرد ان نحترم انا هذا الراي الشعر وزن، اذا راح الوزن من عنده بقى حكي. بس استاذ سمير انت مثل ما تعرف يعني اكو يعني قصص واكو كتابات نثريه. لا راح مستقبلا راح تخوفنا على القصيده بدءا مني وكل الشعراء اللي الان يشاهدوننا. اذا تقول لي اكو هيك نفس بالعماره، هذول الشعراء اذا وصلوا مستقبلا. لا مو قلت لك اكو هيك نفس، قلت لك اكو راي. اكو راي. مو هذا الراي راح يتبنون شعراء. انا احترم هذا الراي. نعم تحترمه، بس انا اللي ربما تقول لي انا ما احترمه. لا بس اسمح لي، انا ما احترم هيك راي انه انا ما له علاقه بالوزن، بس اريد اوصل هذا رايك استاذ. نعم. شلون الوزن؟ يعني هي موسيقى، هي حتى يعني العرب سابقا، يعني العرب سابقا كتبت القصيده على ركض الخيل وركضه الابل، فكانت موسيقى. بس احنا قاعد نسمع قصايد يعني هسه موجوده. يعني اذا جردتها، بسمح لي، اذا جردتها من القافيه كتبتها مفتوحه واخليها تاخذ راحتها القصيده، تاخذني كيف ما تشاء، واتركها من الوزن، يعني صار حكي مال قهاوي. لا احنا ما تركنا من الوزن. نعم. الراي اللي يتبنونه الان، اللي تقول اكو جماعه يتبنون الراي، احنا نحترم هذا الراي بحيث بدلاله بانه نسمع من عندهم قصايد يطلعون بالتلفزيون او يطلع بمهرجان هو يكتب شيء زحف. ومو كل شيء يطلع بالتلفزيون هو جميل، يعني مو كل شيء يطلع بالتلفزيون هو الصحيح. يعني هسه الحلقه حتى جوز هسه لربما هاي حلقتنا، لربما اكو ناس ما ترضى علينا، مو كل شيء يطلع بالتلفزيون، يعني انا اقول والله ماكو وزن وهو هذا الصحيح واتبنى هذا الراي. اذا لازم نحط لجنه ذاتيه، يعني مو لجنه، انا اقصد اللجان. نعم. لجنه ذاتيه تحاسب على هذا الموضوع، مو اتجاهلها، اذا تجاهلتها هي هاي اللجنه. اذا انت غزوان تتجاهلها، قلت متخوف على مستقبل الشعر. نعم. اذا هذا موجود اسماء كبيره، انا اعتقد يوافقون كل الشعراء. اذا بقى هذا النفس انه انا ما له علاقه بالوزن، لا خوف على الشعر، راح يروح الشعر. لا احنا ما قلنا ما انا قلت لك انت لا رايي وتقول احترمه. احترمه يعني هذا حقك، يعني انت لك الحق ان تحترم شيء تريده، بس بالنسبه لي انا هذا يعني، والكل اعتقد يوافقون الشعراء عليه، هذا ما يصير غزوان. وما اعتقد كانت القصيده جميله جدا، بس انه ابعدها من الوزن مستحيل، انه اكتبها مفتوحه بدون قافيه بس محافظه على الوزن، فلا باس. القصيده المفتوحه جميله جدا، هناك قصائد كبيره. انا طريقتي بالكتاب. نعم. الان انت عندك صوره في هذه القصيده، انا اعتبرها قصيده مال الشفايف والجقاره. قوم مرتني، جميل جدا، رسم لحاله عشق وهيام مو طبيعي.
فرسم جميل جدا بهذا البيت وبالابيات الباقيه ايضا. احنا تسمح لي استاذ سمير، احنا دخلنا في موضوع الاوزان وموضوع نعم يعني شلون نحافظ على الوزن. يعني انا من طرحت هذا الموضوع قلت لك اكو راي يعني، فانا كتبت انت تقول احترم الراي. انا احترمه بس ما اطبقه، احنا وايد نحترم اراء ما نطبقها. لا مو كل شيء، مو كل راي يحترم، اكو راي تفليش. يعني هسه الان اني الميليا فندق الميليا منصور بهذا الجانب من نهر دجله، يعني اقول رايي، واحد يجي يقول رايي والله انا اريد اشيل هذا الميليا نحطه بذاك الصوب، صار تفليش. انا احترم هذا الراي. ليش تفليش؟ شلون يشيل الميليا يعني؟ شيل نفس الشيء، اذا شال وزن انا مو يشيل الميليا، يشيل خارطه العراق يخليها بالصين، يصير يعني معدات ضخمه قاعد تنقل فنادق وبيوت هسه بالخارج، بس احنا ان شاء الله نتطور ببلدنا. لا مستحيل انا انقل وزن. تنقل بيت ممكن، انقل الميليا ممكن واتعب وافلشه، بس انقل وزن من الشعر مستحيل. خلينا نسمع قصيده ان شاء الله. نسمع. انا وعمارتي عذبني طار الشوق، احبها وحيل احبها بقلبي محفوره. اكو صوره بقصيده رسمت بابداع ولين ما بيها اسمك سرد مو صوره. نعم عدنا الحمامه العاصمه بغداد، بس ولايتي يسموها عصفوره. عرفناها المدينه العاشقه ام الخير، ام شعر الذهب هاي احلى معموره. بس هو العراق اللي يكتب بطبشور، الغير عراقنا ما تصير صبوره. اله تصير للعاشق مثل عشتار، وايام الحرب تلقاها ناطوره. نسفت للعراق رجال يا ابو رجال، نسفت للعراق رجال يا ابو رجال. لاجل هذا الوطن الاولاد منذوره، تهد بجمل ولدها لو يصير زماط، ويقابلها الحسين وصاح ماجوره. معروفه ونعم من يشهد التاريخ، فوق حدودها الدموم نافوره. طب السوقها وتحاسب ويا الشوق، على خد الحبيبه البوسه فاتوره. اذا تلبس تدوخ الموضه والازياء، بساتين النخل تلبسها النور. الان قرأت لي قصيده غزوان عاشت لك جميله جدا. انا حتغير نظرتك عن لا انت قبل يعني كان عندك نقاش على القصيده اللي قبلها، فراح اعطيك المجال، خاف تقول ما اعطاني مجال. لا انا لا تعطيني المجال. احنا نعم. قلت لك هذا الرأي، يعني رأي ذاك الشاعر اللي هو يكتب هاي القصيده، لكن القصيده عندما تخرج من وزن تصبح نثر شعبي. نعم. وكتب صاحب المدرسه الكبيره. انا ركزت على، اسمح لي اعطيتك نعم كل الشعراء اعطيتك مجال، واعيد لك انا ما نرجع نناقش قصيده ثانيه، لكن انت تقول لي انا احترم هذا الراي، هذا الاحترام اللي خلاني شويه لا العفو اركز عليه. هو الاحترام يعني يجي من باب مثلا اكو اسم مثل بالشعر. نعم. احنا ما يصير كشعراء شباب نتعدى على اسماء اكثر اقدم من عندنا بالتجربه الشعريه غزوان حبيبي اذا راح الوزن راح خلينا بالقصيده العماره، قصيده جميله جدا. الله يخليك. كل شعرك جميل غزوان، يعني انت وجودك في قوافي، يعني انت عندك يعني مو اقول لك القدره، خاف البعض ياخذها علي مثلبه تحسب عليه. هذا انا اعتبرها، انا هذا النقاش اللي بعض الشعراء قد يمتعض من النقاش، من مناقشه القصيده. هذا الشعر مشكلتي. نعم. يعني انا اعتبرها مثلا يجوز مثلا جبن عند هذا الشاعر، لانه شجاعه من الشاعر بانه ياتي امام شاعر كبير سمير صبيح وليس امامك ولا تمل. انا اكو شاعر شاب عندكم بالعماره يقول انا جروح انبياء بس انبياء هواي. انا جروح انبياء بس انبياء هواي. متى يبعث محمد حتى يختمهم؟ جميل جدا يا اخي، هاي رساله. هذا الشعر هاي قصيده كبيره جدا. هذا البيت قصيده. وهذا الشعر اسمه يعني تعرف لا يتجاوز اسمه؟ انا حسب ما اتذكر اسمه حمزه يعني. تحياتي له، تحياتي له وكل شعراء العماره الشباب الرائعين. شعراء الشباب يعني بيت جميل جدا. بالله عيد لي انا جروح انبياء بس انبياء هواي. متى يبعث محمد حتى يختمهم؟ نعم هاي تناقشنا بها قبل التصوير. جميله جدا. نرجع للقصيده، قصيدتك تقول احنا حتى قبل لا نرجع للقصيده. نعم. سمير احنا بذكر شعراء الشباب بالعماره، حملوني رساله اليك وسلام، واكثر الشعراء الشباب بالعماره هم يحبونك، واكثرهم متاثرين مدرستك، انت صاحب مدرسه الله كبيره. تحياتي لهم. والكل شعراء حتى اللي يكرهني، لا حتى اللي ما يحب شعر سمير، إن شاء الله. تحياتي لهم. احنا مو سيف مسلط، لكن اتمنى من الشباب انه لا يستعجل الظهور، يعني ما ممكن انه شاعر اكو اسماء حتى لا نعم حملوني يعني هذه الرساله، الشاعر سعد الزبيدي، محمود الساعدي،
غزوان الغالبي، الشاعر سلام الدراجي، الشاعر محمد يحيى الكعبي، تحياتي لهم ابن كلهم. الاخ باقر الكعبي، وشعراء كلهم ان شاء الله يكونون ضيوفنا اذا وصلوا لهذه التجربه ولهذه الامكانيه. اتمنى نرجع لقصيدتك هي العماره. يعني مخليها الان هسه قالبها مو مفتوحه القصيده، لا مو يعني مفتوحة. بامكانك ان تكتب القصيده غير انا يعني اغلب قصائدي يعني موقفات زين عموديه. اكو بالشعر غزوان يعني الصدر بدهشه للمتلقي، مثل ما الصدر بيدهشه. مثل مرات الشاعر يطلق بيت او شغله في الصدر، موضوع في تنبيه في صدر البيت، والبيت الثاني يتفق معاه بالمعنى لكن ما يتفق وياه بالمفرده اللي يطلقها في البيت الاول، حتى لا اخذك واخذ الساده المشاهدين. مثلا بهذه قصيدتك تقول الصوره العصفور، ما شلون الصوره؟ نعم عندنا الحمام العاصمه بغداد، اي بس ولايتي يسموها عصفوره. الصوره شلون؟ اكو صوره بقصيده رسمت بابداع. عوفني، اكو صوره بقصيده رسمت بابداع. الصدر ولين ما بيها اسمك سرد مو صوره. سرد مو صوره، ليش هاي دائما زين وراها الطبشور؟ ليش ما قلت طبشوره مثلا؟ هذا انت اكو هاي يعني موضوع الشباب صحيح. الان اكو قصيده هذا عند معظم الشباب، الصبوره الطبشور طبشوره، العصفور عصفوره. هذا الشيء انت اشكلت عليه مع شاعر في اهل الاخلاق. لا حتى اقول لك انت الان موجوده عندك. هذا خطا عندي وانا اتبنى. لا مو خطا، بالعكس هذا مو خطا، بس اقول ليش هذا؟ ليش الدهشه؟ انا ما منتبه. نعم انا انتبهت هسه. انا انتبه من تقرا لي، يعني انت ما تنتبه بكتابته، انا انتبه من تقرا لي. شلون تصير؟ شلون اصرف لي؟ انا اعتبرها خطا وان شاء الله. لا مو خطا حبيبي، بالعكس هو مو خطا، بس اتمنى الدهشه هي تمطير. لازم توجد كل خطا لازم توجد دهشه ولازم توجد عنصر مفاجاه نعم، يعني اكو ابيات هسه مثلا انا جروح انبياء بس انبياء هواي، يصير انبيائي البيت لا ما يصير. بس انت تحكي على مثلا ذاك شو يقول؟ صوره يحطها ببدايه البيت. اي صوره ويقول صوره. هذه موجوده. نعم هذه الكتابه بعض انا اقدر اعطيك اسماء، يعني اسماء هواي حتى بس خليه يزعلون علينا مثلا. يعني اكو مهرجانات يقراها صوره يعني هو يصورها، يعني تتصورها صعبه يعني مثل ما يحط الشعر؟ سهله جدا جاهزه الصوره. نقدر نكتب 10 قصائد. يكتب الصوره عصفوره. نعم بس انا هذا يعني حتى افند البيت كتبت بالصدر، انا ما منتبه يعني صراحه هسه انتبهت. اكو صوره بقصيده رسمت بابداع. نعم انا فندت ذيك الصوره ولين ما بها اسمك سرد مو صوره. نعم هذا البيت اللي خلف نعم. اختلف عن ذاك البيت. نعم عندنا الحمام العاصمه بغداد. نعم بس ولايتي يسموها عصفوره. انا شفت كل شغلك غزوان، حتى لا يعني ارض غرورك ولا بس اشاره بتجرد احكي لك اياها. شغلك جميل جدا. بس هذا الله يخليك، بس اكو مثلا هاي الموجه اللي موجوده الصوره عصفوره عصفوره الشجره، هاي شويه يعني الدهشه تضيع بالشعر. اتمنى انه ما اجدها في قصائدك، هذا يصير سهله ما تتعب بيها، بس اريدك تتعب اكثر ان شاء الله. نعم انا مرات احكيها بيناتنا الشعراء، اقول المتلقي ما اعطيه خبزه حاره وخليه يغمس وياكل، لا اعطيه طحين واعطيه خمره واعطيه ذن الدلالات كلهن، يلا قل له روح انت اخبز بالقصيده. فمن تعطي عصفور ما يتعب. انت من تقول الله نصيحه اعمل بيها. الله يخليك. لا انت ما خطأ، حتى هي نصيحه مو نصيحه، بس هي جميله جدا. اني الحديث ممتع وياك، وقبل ان اسمع قصيده اخرى يمكن اروح الفاصل، اخذ فاصل. مشاهدينا الكرام فاصل وراجع لكم. السلام عليكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، وعودة لضيفي الشاعر المبدع غزوان فيصل. غزوان كان يعني نقاشنا على القصيدة، واعتقد وفينا نقاش. خلينا نسمع قصيدة أخرى يعني. إن شاء الله حبيبي نسمع. قررت أبني سفينة وأترك الأرض الحزينة، وآخذ وياي البلابل أرد أنسيها الحروب، تخاف من صوت القنابل. أنا مو نوح بسفينة، أرد أصير سندباد، أرد أشوفا وطن ثاني، وكون ما أريده كبير، وطن شرطي لمن وحدة أعيش ويا الضمير، بلا نزاع وطائفية، أرد أعيش بي فقير، بلا صناديق انتخاب
بالحرب تتحول بلحظة غبية تصير حمالة عتاد. أردعوا فن العراق بكل تراثه واترك براس المساجد. أنا ما أقدر أعوفن كربلاء فلذلك آخذ وياي المراقد. قاعة حلوة واعتياد تصير حلوة، واعتياد تصير حلوة. كون ايديها بالنخل تلبس معاضد. هناك ما اسوي مضيف، هناك ما ابني مضيف. جبت عمر سنين ساكت وانا خطار البرد ما قل له بارد. ياهو يتعدى على قاعي الوحده يسوي مرجعيه وانطفت بالجهاد. ارد اصيرا سندباد. اشراعي من اوصل القاعي، اشراعي من يوصل القاعي. هناك يتحول علم، هناك قانون اعيش، هناك ممنوع الالم. يحمق القامش خلوده لكن ما يحميه مره من شعور اسم الندم. بدر واقف من ظهره الشط عربهم. التفت لي وعلى صوته اللي يعوف عراق صدقني سلم. بعد ما عاين علي شفته يبكي سمعته يحكي وياك اخذني سندباد. ارد اصير سندباد. بهاي القصيدة ايش راح تقول لي؟ هاي مفتوحة وكل أربع أبيات تقفي قافية، يعني ايش اقدر اقول عليها؟ كلاسيكية. هي بناءها كلاسيكي حديث. نعم. يعني جمعت ما بين الكلاسيكي وما بين الحداثة. هناك قصيدة لشاعر معين مثل في بالك؟ لو هو من عندك كبناء هذا. اكو انا يعني اول بناء لي بهاي القصيدة. نعم. وانا فكرتي وموضوعي يعني تعمدت هذا البناء بانه نعم. انتقل من القافية للقافية وارجع لقافيتي الاساسية. يعني بعض الشعراء او بعض المتلقين الجيدين للشعر يقول هذا هروب، يعني يهرب من القافية. هذا رأيي. نعم. شلون؟ لكن هاي القصيدة مفتوحة مثل ما قلت لك الى روادها والى ناس تكتبها يعني. نعم. احنا شنو يقنع المتلقي؟ احنا هو ما نلغي هاي بتقديرك يعني انا بتقديري يقنع المتلقي قوة القصيدة. قوة القصيدة وقوة موضوعها وقوة فكرتها. نعم. هي الحداثة مو بانه انت تنتقل بالوزن الى وزن. نعم. الحداثة جزء موضوع حديث. نعم. يعني هسه مثل اكو واحد يكتب موضوع ما حد كاتبه من الشعراء سابقا. نعم. تقول بها انا كان موضوعي بانه انا اريد اصير سندباد. اي. بانه انا هذا الوطن يعني تعبت. تقول انا مو نوح. انا مو نوح بسفينه. زين. انا اصلي سندباد. ليش اختاريت السندباد ما اختاريت نوح؟ وهي كانت البيت اللي قبل هي. نعم. اخذ وياي البلابل. فانا ما ارد المتلقي بانه بين انا نوح ونبي واخذت نعم. وياي الطيور والحيوانات. هو كقصه واقعيه كواقع وكقصص يعني اللي موجوده نبي الله نوح اللي اخذ ليش السندباد ما اخذ؟ ما اخذ بس انا اخذتني وياي بانه بدي اخلصني من الحروب. نعم. يعني صوتي قام بالعكس لو مختار نوح افضل لانه نوح هو المخلص، السندباد مسافر تاجر السندباد. نوح ما كان يبحث عن وطن، كان يبحث عن خلاص، لكن سندباد يبحث عن وطن. نعم. دائما السندباد مكان الاسفار يبحث عن وطن ويبحث عن شيء جميل. لا يبحث عن السفر بس هو عاده يرجع لبغداد. هو السفر انت شنو السفر؟ غير ثقافه السفر؟ نعم. بانه تبحث عن شيء جميل انت تبحث عن وطن، انت تروح تبحث عن وطن. انا اريد ابحث عن وطن شيء جميل. انا بتقديري لو قايل نوح افضل ان تخلص وياك. ليش؟ هذا رايك وانا اعتز برايك. بالعكس. لكنه سندباد نعم يعني يبحث عن الشيء الجميل. انا اريد اتخلص من هذا الشيء يعني ما تعتقد بها انا عاليه تقول بس انا اريد اخلص اريد اعيش وحدي اريد. لا انا يعني هي الرمز بانه انا اخذ وياي البلابل. البلابل رمزت لها مو بس البلابل الطيور. نعم. بلابل الاطفال، البلابل فاهمك. اطفال الوطن يعني اللي نعم. لحد الان من يلعبون بالعيد يشترون مسدسات بعد ما حد يشتري فد شيء يلعب به. نعم. حتى تخلص من المسدسات قلت اخذ البلابل. وهي ثقافه انفرضت علينا. نعم. هاي الثقافه العسكريه. زين انا خطار البرد. ما قل له بارد. جميله جدا غزوان. يعني هذا التلاعب بالمفرده يعني اثنى عنه هذا. انا خطار البرد ما قل له بارد. ما قلت له. هناك ما ابني مضيف. جبت عمر سنين ساكت وانا خطار البرد ما قل له بارد. الله الله. يعني تلغى هاي المفاهيم مثل مستقبلا ذاتي تروح. لا هي مو الغيها بس اكو مرات مثلا استاذ سمير يعني تلغيها بداخلك احنا يعني مو بالواقع. احنا تعرف هالميسان مضيافين. نعم. فيجيك خطار. انا كتبت هذا البيت على خطار. خيط اخبار بهم من يضيفون العمار. هذا بيتك. نعم. انتم قصيده الشاعر المرحوم رحمه الله يرحم والديك. اكو خطار يجيك يعني يجزعك من ضيوفتك. بس احنا اهل العماره كوننا طيبين وهذا ما نحاكي
نعم. ونظل وياه يعني لحد اخير قطره من تعب. لا بيت جميل جدا غزوان. انا خطار البرد ما قل له بارد. ما قل له بارد. غزوان قصايدك عموما جميله وكل اللي قريته جميل جدا. حتى كانت حواراتك ايضا جميله. شكرا جزيلا. يعني قراءتك لنصك انت ايضا، الاشكالات اللي نشكل عليها قراءتك ايضا كانت جميله. تكتب الابوذيه غزوان؟ اكتب الابوذيه حتى اطلعك من النقاش. خلينا نسمع ابوذيه. اقول امس وديت لك طارش مجرد. زين. امس وديت لك طارش مجرد، ومجرد ردت اشوف فنك. مجرد الوقت يا صاح خلاني مجرد ستر نفسه من اخذ هدمي عليه. الله. انا ناظم الحاشي الشاعر ابو امير تحياتي له، وحتى اقراها في حلقتك، وداني بيت ابو ذيه يقول بشوقي ما قرأت طالع برجله. بشوقي ما قرأت طالع برجله، خطفني وكالبرق من مر. برج لا لو لساني وسحق جنحي. برج لا ذبحني وما رضى يسمع علي. الله. قلت له يعني هو قضيته ابو امير استاذ ناظم، قضيته انه ما سمع عليه، ذبح وما سمع عليه، فانا رديت عليه قلت له متت بعد شي يفيد اذا سمع وما سمع، متت شي يفيد لو سمى بقى صباه. الله من قصبك. متت شي يفيد لو سمى بقى صباه. انا اللي بالتعب وقته. بقى صباه. شلونك بالسند حايط. الله. بقى صباه. الحايط طين والقصبه طريه. الله ابو علي. اسمع بيت. يزدان رغم ما صار جرح بصدري، يزدان المصايب بس عليك اليوم. الله يزيدني يزدان. يزدان اخبرك قلبه للحسبات، جزدان الصبح من يفرغ الترس المسيء. الله احسنت يا غزوان. غزوان احنا بنهايه كل حلقه ناخذ بيت للذكرى حتى تكون مع الشعراء اللي اعطونا بيت لقوافي كذكرى. يزيدني فخر واعتزاز. الله يحفظك. يعني اريد منك بيت لا على التعيين، حتى اذا ما قريت اللي يا ريت له البرد. ان شاء الله. هذا يعني وقفت عند هذا البيت. انا خطار البرد هناك